غدا أجمل. دعوة إلى جلب الفرحة والسعادة لنفسك وعدم الوقوف أمام خيبات الزمن التي نتعرض لها والبعد عن الوحدة. دعوة إلى تقاسم أحزانك مع أصدقائك. هناك العديد من الأشياء البسيطة التي ترسم الضحك على شفتيك، مثل اللعب مع طفل صغير. تذكر دائما بعض الذكريات القديمة المضحكة وغيرها من المواقف التي مررت بها. لذا سنجوب معكم في البرنامج الإذاعي غدا أجمل. غدا أجمل مع شادي محمد. مونتاج وهندسة صوتية شادي محمد. إنتاج راديو الأمل FM 2023. ستحقق المحال بثبات، ستصل أعلى من قمم الجبال. انظر للحلم البعيد وتسلح بالإيمان، وإرادة من حديد تجذ حلمك طوع البنان. فبادر لا تمل، هيا لتصنع الأمل، لنجعل أرضنا بيتا جميلا. آمن يقينا، لا مستحيلا، لا مستحيلا بالأمل. آمن يقينا، آمن يقينا. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات البرنامج غدا أجمل. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين سنتحدث حول كيف تعثر على شغفك. أسئلة غفيرة مستمعين الأكارم تحاصرنا، كلها تصب في سؤال واحد: كيف نعثر على شغفنا ونحدد ميولنا؟ الإجابة عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، ستغير مجرى حياتنا. هنا في هذه الحلقة سنحاول الإجابة عنها بعد الاطلاع على عدة دراسات وتجربة شخصية. القاعدة الأولى عزيزي المستمع: اختبر عواطفك. لا تندلع عواطفنا وانفعالاتنا إلا إثر أسباب وجيهة. نبكي عندما نسمع خبرا حزينا، نبتسم عندما نتلقى نبأ سعيدا. تخيل أنك حضرت عزيزي المستمع دورة في التصوير الضوئي وأنت محب للتصوير، ستشعر بالإثارة والحماس. هذه الانفعالات التي تنبعث من أعماقك وتدفقت على ملامحك ستدفعك لاحقا لمتابعة الدورة بحب. هذا هو الشغف عزيزي المستمع الذي يجعلك تكمل ما تقوم به بسعادة. تذكر أن الإحباط هو عدو للشغف. إذا كنت تكافح في كل مرة لاستكمال موضوع ما وستشعر بملل وضجر نحوه، فهذا يعطي مؤشرا بأنك لا تشعر بشغف اتجاهه. فهذا النضال الميكانيكي سيفضي إلى إحباط عارم. لا تستثمر وقتك وجهدك فيه، ارحل إلى ما تحب، ستجد ما تحب. القاعدة الثانية عزيزي المستمع: العودة للطفولة. استرجع الأشياء التي كانت تجذبك في طفولتك، الرسم أو الأقلام أو الخط أو الكتابة أو الإلقاء أو تفكيك الأجهزة، أي شيء. الأشياء التي كنت تستمتع وأنت تقوم بها صغيرا قد تدل على شغفك
كبيرا. القاعدة الثالثة: ماذا يحب الآخرين فيك؟ أحيانا كثيرة عزيزي المستمع أصدقائك هم من يكتشفون شغفك. إذا استهواهم حديثك أو تحليلك أو شعرك أو نثرك أو طهيك فركز عليها. رفقائك هم جزء من هذا العالم، ما يجذبهم فيك سيجذب العالم كذلك. القاعدة الرابعة: إجاباتك عن هذه الأسئلة عزيزي المستمع ستقودك إلى استكشاف شغفك. أولا، ما الذي يمكنك عزيزي المستمع أن تتحدث فيه طوال اليوم بلا ضجر؟ ماذا تحب أن تتعلم؟ ما المنتجات التي تثير اهتمامك وفضولك؟ معجب بمن ولماذا؟ ما الشيء الذي تريد القيام به قبل رحيلك؟ ما الشركة التي تتطلع إلى العمل فيها ولماذا؟ ما المشكلات التي تجيد حلها؟ القاعدة الخامسة: خذ اختبارات تحديد الميول، ستساعدك على التعرف على مهاراتك وتوجيهاتك أكثر. القاعدة السادسة مستمعينا الأكارم وأخيرا: أركض ولا تتوقف. استمر في البحث عزيزي المستمع عن الشغف، تعرف على أناس ومهارات يلهث الأعداء في الماراثون طويلا حتى ترتسم على محياه الابتسامة الطفيفة مع خط النهاية. واصل حتى ترسم هذه الابتسامة على وجهك المرهق. لن تفوح هذه الابتسامة من وجهك قبل أن تعرق وتتعب كثيرا إلى أن تصل. جرب عدة وظائف ومهن حتى تجد ضالتك. بقاؤك في مكان محدد عزيزي المستمع لا تطيقه يقتلك ببطء شديد. إلى هنا مستمعينا الأكارم وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. دمتم في أمان الله. غدا أجمل. غدا أجمل. غدا أجمل مع شادي محمد. مونتاج وهندسة صوتية شادي محمد. إنتاج راديو الأمل FM 2023. ستحقق المحال بثبات، ستصل أعلى من قمم الجبال. انظر للحلم البعيد وتسلح بالإيمان، وإرادة من حديد تجذ حلمك طوعا